شيعوا أكثر من 50 مليون إفريقي، وبغفلة من العالم بدأوا بناء مشروعهم. على أرض إفريقيا السمراء انتشر معممو إيران وحرسها الثوري كما تنتشر النار في الهشيم. لا أحد هناك يعرفهم، ولا أحد يعلم من أين أتوا أو ماذا يريدون. معممو إيران وجدوا في إفريقيا ضالتهم، تغلغلوا بين مجتمعاتها الفقيرة ووجدوا في الفقر بوابتهم. العمائم السود في القارة السمراء. منذ وصول الخميني إلى حكم إيران لم يألوا جهدا للتوسع في أي مكان وفي كل مكان، غير أن أحدا لم يصل به الخيال أن يفكر معممو إيران بالوصول إلى غرب إفريقيا ليطلوا على سواحل المحيط الأطلسي من هناك. نيجيريا، مالي، النيجر، موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا بيساو، غانا، زامبيا، سيراليون وغامبيا. كل هذه الدول كانت هدفاً لمعممي إيران. لم تكن مهمتهم سهلة في منطقة اصطبغت بالإسلام السني، لكن البداية كالعادة كانت بإنشاء بنية تحتية من المساجد والشبكات الخيرية والمؤسسات التعليمية، مستهدفة المسلمين السنة على وجه الخصوص، ودون أن تطلب منهم تغيير مذهبهم، غير أنهم روجوا لأفكار الخميني على أنها أفكار ثورية تستهدف التخلص من الظلم والاستبداد الذي يعصف بدول إفريقيا قاطبة. الآن يبنون المسجد ويبني المستشفى ويبني المدرسة، ولو ما تريد أن تتحرك معهم ولو ما تريد أن تتعامل معهم لابد تعمل معهم. تأثير الدعاية الخمينية التراكمي أو طويل المدى بدأ يؤتي أكله، ليظهر عدد من المسلمين الأفارقة وجهات نظر مؤيدة لثورة الخميني باعتبارها انتصارا للقوى الشعبية على نظام فاسد وقمعي تدعمه القوى الغربية. بغياب زعيم مسلم سني وازن في تلك القارة، نمت شعبية الخميني وبدأ صدى إيديولوجيته التي دمجت الحكم الإسلامي بالاقتصاد الماركسي يتردد في الأرجاء. Kwa majina naitwa Omar Abdullahi Yesa, na huyu ni mama watoto wangu anaitwa Esha Abdallah. Alafu huyu kijana ni Ruhullah Khomeini, na huyu ni Ali Khamenei, na huyu ni Murtadha Mutahhari, na huyu ni حسين بهشتي. المخابرات الأمريكية قالت في تقرير لها عام 1984 إنه بعد 5 سنوات فقط من وصول المعممين إلى السلطة شرعوا بحملة شرسة لبناء شبكات من المتعاطفين بين الجماعات الإسلامية الأصولية والمجتمعات اللبنانية والجامعات في المنطقة. في إيران تعلن وكالة فارس الإيرانية جهرا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد أنه ومنذ وصول الخميني إلى الحكم تشيع من 30 إلى 50 مليون إفريقي. أحصنة طروادة. لم تعدم طهران الوسيلة للدخول إلى القارة الإفريقية، واتخذت في هذا السبيل 3 طرق يمكن أن نسميها أحصنة طروادة الإيرانية. الشيعة اللبنانيون. أكثر من 150 ألف لبناني غالبيتهم من الشيعة شكلوا للمعممين الإيرانيين حصان طروادة الذي تمكنوا من خلاله من اختراق غرب القارة السمراء. التقرير الاستخباراتي الأمريكي قال إن الكثير من أولئك اللبنانيين تربطهم علاقات قوية بالنخب السياسية والتجارية في تلك الدول. بعض المغتربين اللبنانيين الأثرياء كانوا على استعداد للعمل كوسطاء نيابة عن مصالح طهران السياسية والدينية والتجارية في إفريقيا. السفارات والمراكز الثقافية. بين عامي 1982 و 1984 ضاعفت إيران سفاراتها في دول جنوب الصحراء الإفريقية من 9 سفارات إلى 18، وشكلت تلك السفارات مراكز لترويج شعاراتها وإيديولوجياتها، وألحقتها بمراكز ثقافية
تدار من وزارة الثقافة والدعاية الإسلامية في طهران، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بتمهيد الطريق لنشر ما يسمى ثقافة الثورة الإسلامية في البلدان الأخرى. بجهود حثيثة سعت إيران إلى إقامة علاقات مع مجموعات طلابية مسلمة في حرم الجامعات. أرسلت موظفيها ودبلوماسييها كأساتذة ومحاضرين ضيوف للترويج لتعاليم الخميني وتحفيز المظاهرات الطلابية المؤيدة للملالي. أكثر من ذلك، أقامت تلك السفارة والمراكز علاقات وثيقة مع وسائل الإعلام المحلية في دول القارة السمراء. نشرت المقالات المؤيدة لوجهة نظر نظام الملالي على أغلفة الصحف والمجلات، وانتشرت الكتب والدوريات وأشرطة الكاسيت التي روجت للدعاية الخمينية باللغات المحلية في كافة المكتبات. المعممون. أشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لم تنتظر طهران طويلا لتبدأ بإرسال المعممين إلى تلك الدول بهدف تثبيت نفوذها داخل شرائح أوسع من تلك المجتمعات، مستهدفة رجال الدين بهدف إقامة علاقات مع المجتمعات المسلمة المحلية. نظم معممو إيران ندوات ومؤتمرات مع رجال دين محليين، لقنوهم العقيدة الخمينية لتنقل بعد ذلك إلى أتباعهم. ألقى الغرباء خطبا مسيسة ومثيرة في المساجد المحلية. اللهم صل على محمد وآل. Puis le commentateur, c'est lui qui le dit et il accentue les choses. Il dit, il a ramené الحسن والحسين كم أبناءنا. أحضروهم إلى إيران، وهناك لقنوهم جرعات مركزة من الحقد الطائفي، ومن أبرزهم إبراهيم زكزاكي الذي يعتبر نصر الله إفريقيا.